بس المهم ان انتوا وحشيني جدا، وعشان احنا لما بنغيب ما بنغيبش كده اونطه، فانا جايب لك فيديو فاخر من الاخر. ان زي ما انت شفت في العنوان انا هخليك تسطب ويندوز من غير فلاش، بس عشان انا اخوك وبحبك وبعزك وانت غالي عليا، فانا جايب لك اسهل طريقه هتسطب بيها. بس انا عندي طلبين قد كده. اول طلب هو انا عايز اعرف يا جماعه ايه المشكله اللي في الفيديوهات اللي بتخليكم ان انتوا تطلعوا من اول دقيقه او اول دقيقتين، يعني محدش اللي هو اصلا مفيش حد بيتفرج على الفيديو للاخر، فانا بتعب جامد عشان اقدر اعمل المحتوى ده. فانا محتاج اعرف ايه الغلط اللي انا عامله عشان خاطر يعني اصلحه وتتفرج على يعني وتتفرج على تتفرج في الاخر. تاني طلب، كل المعلومات اللي هتسمعها دلوقتي قبل الشرح لا تقل أهمية عن الشرح ذات نفسه، لأن أي غلطة أو أي معلومة هتقع منك كده هتلاقي كل حاجة وقعت. من غير ما نطول كتير نخش على النظري، وبجد ده عن تجربة شخصية. أنا مجرب كل ده على جهاز شغال بكور تو ديو، وحرفيا اتسطب في 5 دقايق. فانت لو فلاشتك ضايعه، معكش انك تجيب فلاشه، جهازك قديم، درايفراتك واقعه، مش عارف انك تحل اي حاجه، ولازم انك تغير الويندوز ده على جهازك وقتي، فاتفرج على الفيديو لغايه الاخر. وخد بالك الويندوزات الوحيده اللي ممكن تعمل منها الحوار ده عشان تسطب اي ويندوز تاني هم 8 و10 و11. 7 ممكن تعمل الحوار ده بس هيكون لفه طويله عقبال ما توصل اصلا لخطوه الكوماند برومبت. واحنا هنستخدم موجه الاوامر في الحوار بتاعنا عشان ننهيه بسرعه، وانا بضمن لك مفيش اي تعقيدات. وكزياده للمصداقيه انا هسطب الويندوز بالكامل معاك، هنوصل لغايه فرمته البارتيشنز والتسطيب واليوزر نيم وغيره من الخطوات لغايه ما الجهاز يفتح معانا. وفوق ده كله لو انت عايز تسطب ويندوز 11 وجهازك غير مدعوم، فانت هتقدر تعمل الحوار ده عادي خالص، بس طبعا ده بعيدا عن اصدار ال 24 اتش 2 لو جهازك مش بيدعم الاس اس اي 4.2. وكده كده احنا هندردش مع بعض في اخر الفيديو، فدلوقتي اسيبكم مع الشرح. بص، هو الموضوع بسيط جدا. انت كل اللي هتحتاجه ملفين، الويندوز بتاعك بصيغه الايزو، وملف ريجستري هنحتاجه، وده هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن او في قناه الواتساب، لان بعض اللينكات يوتيوب ما بيرضاش ان هو يظهرها في الديسكريبشن. بس ده للي عايز انه يسطب ويندوز 11 وجهازه مش مدعوم. فانت بس هتجيب الايزو بتاعك، كليك يمين عليه واكستراكت تو. وبس بعد ما اخلص الاكستراكتنج دلوقتي، لو جهازك مش داعم لويندوز 11 فانت لازم انك تحمل الملف ده، وهتحطه في الفولدر بتاع الويندوز اللي انت لسه مستخرجه دلوقتي. فوق ده كله لو انت يعني هتتلخبط في الاسم ولا حاجه، فغير الاسم عادي، يعني اختصر الدنيا كده، مثلا ممكن نسميه وين 11 او 10 على حسب بقى الويندوز اللي انت هتسطبه. ودلوقتي ننتقل للجزء الثالث من الفيديو، هو الشرح العملي عن كيفية تسطيب الويندوز. وقبل اي حاجة هتدوس على علامة الويندوز، بعد كده هتدوس على علامة الشت داون، وقبل ما تعمل شت داون او ريستارت او اي حاجة هتعلق على زرار الشيفت، هتفضل دايس على زرار الشيفت دوسة مطولة، وفي اثناء ما انت دايس على زرار الشيفت هتعمل ريستارت، هتلاقيه جايب لك بليز ويت. بعد كده هتخش على ترابل شوت، بعد كده ادفانسد اوبشن، وهتخش على الكوماند برومبت. طبعا الكلام ده بيبقى في ويندوز 10، ويندوز 11 بيقوم عامل لك ريستارت على طول، وبعد كده بتبتدي انك تختار الحاجات دي. بصوا يا جماعة، لو الحاجات دي انتوا هتعملوها من ويندوز 11، فالخطوات اللي عملناها في الاول دي هي هتتعمل بعد ما هترستر الجهاز. اما في ويندوز 10 ان انت بتعملها قبل ما ترستر. طبعا هنا بيوريك اليوزرز اللي عندك، فانت هتختار بقى اليوزر بتاعك. هنا بقى الخطوة اللي ممكن تعجز بعض الناس، وهي لو انت عامل اكونت مايكروسوفت، فانت طبعا بيطلب منك ان انت تحط بي اي ان او تحط باسورد للجهاز بتاعك. فهنا الناس بتيجي تدخل الباسورد بتاعها، ودي اكبر غلطة انت ممكن تعملها. انت هنا هتدخل الباسورد بتاع اكونت مايكروسوفت، ومش لازم ان انت تكون موصل الجهاز بالانترنت. اما بقى لو انت مش حاطط اصلا باسورد، فلا هتدوس على فورجيت باسورد ولا اي حاجه، انت هتدوس بس على كونتينيو وهتسيب الخانه دي فاضيه. بس هيفتح لك الكوماند برومبت على طول. وما تخافش، يعني الموضوع ابسط مما تتخيل. كل ما في الامر بس ان انت هتكتب نوت باد دوت اي اكس اي وهتدوس على انتر، هيفتح لك النوت باد. فبالماوس هتقوم دايس على فايل، بعد كده اوبن، بعد كده هتدخل على ديس بي سي، وهتخش على البارتيشن اللي انت حاطط فيه الفولدر بتاع الويندوز اللي احنا عملنا له استخراج.
هتلاقي بقى ان هنا مفيش ملف السيت اب ولا فيه اي حاجة. فانت هتلاقي عند فايل اوف تايب هتدوس عليها وهتختار all files، هتلاقي كل الملفات ظهرت قدامك. هتدوس كليك يمين على ملف السيت اب وهتدوس بعد كده على اوبن. فبس هتبتدي بقى ان انت تختار اللغة بتاعتك وهتظبط دنيتك. بعد كده هتسطب الويندوز بتاعك بشكل طبيعي جدا، وده اللي احنا هنشوفه بقية الخطوات. يعني هو الفكرة ان الموضوع بس انك مش هتحتاج فلاشة فيه. بعد كده هندوس على نيكست. وهنا طبعا هو بيقول لي ان الجهاز بتاعي غير مدعوم، ودي حقيقة فعلا. فاكر في اول الفيديو لما قلت لك انا هسيب لك لينك هتحمل منه ملف كده صغير هيريحك من وجع الراس ده؟ فانت هتدوس بقى من هنا ايه على شيفت F10، فهيفتح لك الكوماند برومبت، وهتكتب برضو نوت باد دوت اي اكس اي، وهتدوس على انتر. هيفتح لك النوت باد مرة تانية، وهتدوس بردك على فايل، بعد كده اوبن، بعد كده this PC. هتخش على نفس الفولدر بتاع الويندوز اللي قلت لك حط فيه الملف. هتختار من فايل اوف تايب all files، والملف اللي احنا كنا محملينه ده كليك يمين عليه وبعد كده merge. يس، اوكي، كنسل كنسل كنسل. هترجع واحدة لورا وهتيجي تدخل تاني، وبس يا سيدي هتقدر انك تسطب الويندوز بشكل طبيعي جدا. نيكست، وبعد كده هتختار تاني اختيار. في الخطوة دي بقى انت لازم تكون عارف كويس جدا البارتيشن بتاع السي بتاعك حجمه قد ايه، والبارتيشنز التانية اللي بتكون معاه زي بارتيشن السيستم والريكفري والحاجات دي. فخلي بالك عشان اي غلطة انت عارف ايه اللي هيحصل في بياناتك. بس بعد ما تجمعوا سيبهم زي ما هم، ما تعملش اي حاجة. طب هتيجي تقول لي طب ما هو الويندوز بيعمل الملفات دي بشكل تلقائي، المفروض ان انا يعني اعمل كرييت او اعمل نيو. انا احب اقول لك ان انت لو سبته زي ما هو وقمت دايس على نيكست، فهو هيعمل الفايلات دي او هيعمل البارتيشنز دي لوحده بشكل تلقائي. فانت ما تتعبش نفسك ولا تشغل دماغك بحاجة زي كده عشان ما تخربش الدنيا. وهتدوس على نيكست وبس هتلاقيه بيسطب معاك الويندوز بشكل طبيعي جدا. احنا بنسطب ويندوز عادي يا جماعة، هي الفكرة بس ان احنا معناش اي فلاشة. بس يا جدعان خلاص الويندوز اتسطب كده. قدرنا ان احنا نسطب الويندوز بكل يعني سهولة ويسر. كده انت خلاص يا باشا تقدر انك تتعامل في النظام بقى، تخش على السيتنجز، تطمن على اعداداتك، تشوف دنيتك عاملة ازاي، تبتدي انك تظبط كل حاجة بقى، وتبتدي بقى انك تخش على اعداداتك وتشوف حواراتك ابديتس لغيره. تبتدي بقى انك تخش تعمل تشيك فور ابديتس بقى، تظبط بقية اعداداتك وهكذا. طب ايه الويندوزات اللي انا ما اقدرش اسطبها بالطريقه دي؟ يعني انا دلوقتي لو مسطب عندي 8 او 10 او 11 او 7 وعرفت ان افتح الكوماند برومبت بطريقه ما، وده طبعا قبل ما اخش على الاوبريتنج سيستم، الويندوز الوحيد اللي مش ينفع تسطبه هو ويندوز اكس بي. فوق ده كله انت لو عندك ويندوز معدل فالواجهه اللي انت شفتها اللي بتدخلك على الادفانس ستارت اب ما فيهاش الكوماند برومبت خالص، وده بناء على تجربه اكتر من نسخه معدله.
فلو سيادتك ناوي ان انت تسطب اي نسخة معدلة، فمن دلوقتي انا بقولك انا اخلي مسؤوليتي من اي حاجة ممكن تحصل. ويندوز 11 24 اتش 2 بمشتقاته اياك تسطبهم بالطريقة دي، الا في حالة واحدة فقط، وهي ان انت حارق نسخة ويندوز على فلاشة على جنب. لان ويندوز 11 زي ما انت عارف بيظهر لك كمية بارتيشنات 10 كيلو بايت و15 كيلو بايت وحاجات عجيبة، تيجي انت تسطب هوب تلاقيه انفصل منك ومش راضي ان هو يسطب خالص. تعمل ايه بقى انت يا معلم؟ ساعتها هتقول على الدنيا السلام خلاص. فلو انت عندك نسخة معدلة والله امشي بالشرح ده، لقيت الكوماند برومبت كان بها والدنيا تبقى زي الفل وعيش يا باشا. ما لقيتش ساعتها انت ما قدامكش غير الفلاشة ونسخ الويندوز الاصلية. بالله عليكم يا جدعان، عندك ويندوز 8 10 11 والله الشرح اللي انت شفته ده ان شاء الله هتطبقه والدنيا تبقى زي الفل معاك. عندك اي مشكله او استفسار الكومنتات موجوده، عندك بروفايل الفيسبوك متاح 24 ساعه، ابعت في اي وقت وان شاء الله هرد عليك. فاكيد اكيد اكيد انت مش هتبخل عليا باللايك الجميل بتاعك ولا حتى الاشتراك، واهم حاجه زرار الجرس عشان يوصلك اشعار باي فيديو ينزل على القناه. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.